السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابنا، يا اصحاب اجمل تونس في مصر؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى خروجتنا في العيد، زي ما انتم شايفين كده احنا خرجنا كفر الشيخ، وكفر الشيخ الجديدة مش كفر الشيخ القديمة. بصراحة السنة دي كفر الشيخ اتغيرت 180 درجة. زي ما انتم شايفين المكان اللي احنا بنصور لكم فيه ده ما شاء الله كله لسه مبني جديد السنة دي. دي كلها محلات ما شاء الله جديدة، وحاجات ما كانتش موجودة في كفر الشيخ. يعني محل زي كشري التحرير، محل زي الكافيتيريا اللي مفتوحة دي، محلات كتير جدا اتفتحت قصاد المدارس. ما شاء الله ما شاء الله جميلة جدا، وحاجات بصراحة حاجات كده زي اللي بنشوفها في الزمالك وجاردن سيتي. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين ريهام وبوسي قالوا لي ايه، احنا عايزين يا ماما ناكل كشري. طبعا زي ما انتوا عارفين بتبقى الناس طالعة من الصيام بقى ايه، نفسها في حاجة حرشة كده عشان تفتح نفسها. فزي ما انتوا شايفينهم كده ربنا يحفظهم يا رب، قالوا يلا يا ماما ناكل كشري، قلت لهم ماشي. احنا رايحين دلوقتي فين؟ رايحين كشري التحرير، اللي هو زي ما قلت لكم لسه فاتح السنة دي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يا رب يفرح الناس كلها، وتنعاد علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله رهم وبوسة هم ماشيين، وده الاوتفيت بتاعهم بقى بتاع العيد. انا جبت لهم اول مره اجيب لهم الاتنين زي بعض نفس الشكل، بس ده تايجر كده، الاتنين تايجر، بس ده اسمر وده زي ما انتوا شايفين كده بني. فقالوا يلا تعالي نشوف كده كشري التحرير. احنا بصراحه اول مره هنجرب كشري التحرير، ما كناهوش قبل كده خالص، كنا على طول على كشري الزعيم، لان التحرير ما كانش موجود في كفر الشيخ، هو لسه فاتح السنه دي. الأجواء بصراحة جميلة والله، واليوم كان جميل ما شاء الله، والجو ممتع جدا. والمحلات اللي فتحت دي بصراحة أحيت المكان. يعني قدام صنعاء بقت صنعاء والجامعة والمحلات دي كلها ما شاء الله. المكان ده دلوقتي بقى أكتر مكان حي في كفر الشيخ بصراحة. يعني ولا تقول النبوي ولا الخليفة ولا الكلام ده كله. بصراحة ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم، حاجات شغل تحفة تحفة تحفة، وحاجات جميلة جدا وما شاء الله الناس كلها فرحانة، وخروج عدد هائل من الناس يعني في المحافظة سبحان الله. بصراحة حاجة كده تديك طاقة إيجابية وتفرحك. ربنا يا رب يحفظ الناس كلها يا رب، ويسعد قلوبهم كلهم يا رب العالمين. وبصراحة العيد في مصر فرحة فرحة فرحة، أنا ما شفتهاش في أي مكان في العالم بجد. يعني اللي سافر وخرج بره مصر هو اللي يعرف ان بجد العيد في مصر غير. العيد في مصر بجد حاجة تانية، ورمضان في مصر زي ما بيقولوا برضو حاجة تانية. انك بتحس بالروحانيات بتاع رمضان وبتاع العيد، والحاجات دي بصراحة مش موجودة في اي مكان في العالم. لو رحتوا اي مكان في العالم الروحانيات والحاجات الجميلة بتاعتنا دي مش موجودة. بتحس ان في حاجة ناقصاك كده. ما شاء الله زي ما انتم شايفين احنا وصلنا اهو كشري التحرير اهو. وهنشوف بقى ايه، هنشوف في اختلاف في الطعم ولا ايه، وفي جودة التقديم والسيرفيس والحاجات دي هنشوف. هو بيختلف في السعر اختلاف بسيط، يعني كشري التحرير غالي حاجة بسيطة عن المحلات التانية. اهو زي ما انتوا شايفين المنظر ما شاء الله ما شاء الله، المحل فخم جدا، و... والترابيزات محطوطة بنظام، والشغل منظم جدا جدا ما شاء الله. ودلوقتي احنا هندخل بقى جوه اهو كشري التحرير اهو. هندخل جوه بقى ونشوف النظام، هنوريكم جوه ما شاء الله والله بجد حاجة تحفة تحفة، وحاجة جميلة جدا. ويا ترى هنلاقي الطعم بنفس جودة المنظر الجميل ده كده ولا ايه؟ يعني الطعم يستاهل البروباجندا المعمولة الكبيرة المعمولة على كشري التحرير؟ هنشوف كل حاجة بقى دلوقتي، هندخل جوه ونشوف بقى. يلا تعالوا معانا كده نشوف اهو. احنا كده دخلنا في المطعم ما شاء الله، شكله حاجة تفتح النفس. شايفين الكشري اللي حاطينه في الاطباق ده؟ هما بيحطوا على الصينية كده وبعدين يطلعوا للناس بره. ما شاء الله والله العظيم بجد، انا بجد والله انا ما بعملش اعلان ولا اي حاجة، بس انا بقول كلمة حق وشهادة حق اللي انا شفته. زي ما انتوا شايفين كده الناس ما شاء الله منسقة ومنظمة، ولابسين لبس ما شاء الله تحفة وابيض وزي الفل كده. والمكان نظيف جدا ما شاء الله، والناس تحس ان هم عندهم حماس جامد كده، وبيشتغلوا بصراحة يعني ما شاء الله، بيشتغلوا من قلبهم بجد.
الريحة طالعة والله فظيعة. انا كنت واقفة مستنية دوري بقى وماسكة الورقة كده ومستنية دوري. بصراحة كان نفسي اخد اي طبق من ده واقعد بقى على جنب كده واكل براحتي، بس ما ينفعش طبعا لانه هو مش بتاعنا. هنا بقى شايفين ما شاء الله القعدة شكلها ايه، قعدة جميلة جدا ومكان منظم وجميل، والحمد لله أخيرا أخيرا جبنا الكشري. طرحت بقى لقيت ريهام وبوسي كده مدلعين نفسهم على الآخر وشارين آيس كريم زي ما انتم شايفين كده. لا بس اعملي بس ايه يا منون. حلوة جميلة يلا يشطبوا يا زي ما انتوا شايفين كده الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يعيد علينا الايام دي بخير. واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالعيد الفطر. بجد كانت ايام حلوة جدا. وما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. ولفوا لفة كده في قناتنا وشوفوا الفيديوهات بتاعتنا لو لسه اول مرة شوفوا فيديوهاتنا، وقولوا لنا ايه رأيكم في فيديوهاتنا وحطوا تعليق كده جميل زيكم كده والمرة التانية كل سنة وانتم طيبين، ومع السلامة. صورنا لو رهان.